ازيكم؟ انا رامي وده الجزء التاني من الكورس اللي هنتكلم فيه عن البلاد جازز. في الجزء ده هنعرف خطوة بخطوة ازاي نقدر نقرا تحليل البلاد جاز بشكل مبسط. اول ما بتمسك البرنت اوت بتاع البلاد جاز عينك على البي اتش، الطبيعي انها تكون ما بين 7.35 ل 7.45. طب لو اقل من كده يبقى اسيدوزس، ولو اكتر من كده يبقى الكالوزس. انا عارف ان دي بدايات وكلنا عارفين الكلام ده كله. تاني حاجة عينك هتيجي على السي او 2، النورمال بتاعه بيكون من 4.5 ل 6 كيلو باسكال. لو بنتكلم بالملي مول بالليتر بيكون من 35 ل 45، بس خلينا نوحد دلوقتي ان هو هنشتغل بالكيلو باسكال، يكون من 4.5 ل 6. طيب لو زاد عن 6 هيكون respiratory acidosis، ولو قل عن كده هيكون respiratory alkalosis. بعد كده هنبص على البايكارب، واللي في العادي بيكون ما بين 22 ل 26 ملي مول بر لتر. لو أقل من كده هيكون أسيدوزس، ولو أكتر من كده بيكون الكالوزس. هنا بقى نيجي نربط التلاتة بارامترز اللي فاتوا دول ببعض عشان نعرف ايه اللي حصل الأول، ايه البرايمري كوز، وايه اللي حصل بعدين ككومبنسيشن. هيكون عندنا 4 احتمالات. لو البي اتش قلت يعني أسيدوزس، وفي نفس الوقت لقيت ال CO2 زادت اللي هو معناها أسيدوزس برضو، يبقى هنا السبب هيكون respiratory في الغالب. طب لو ببص على البي اتش ولقيتها نازله اللي هي يعني اسيدوزس، وجيت ببص على السي او 2 لقيت ان هي قلت اللي هي معناها الكالوزس، يبقى هي كده مش مفسره الاسيدوزس بتاعه البي اتش، يبقى بالتالي السبب هنا مش ريسبيراتوري. يبقى لازم ابص على البايكارب اشوف هل هيكون ماشي مع الاسيدوزس ولا لا. اجي ابص على البايكارب الاقي ان هو نازل اللي هو معناها اسيدوزس، يبقى هو كده مفسر ان الاسيدوزس دي سببها ميتابوليك، يبقى كده ميتابوليك اسيدوزس. بالبلدي عينك في الاول خالص على البي اتش، لقيت ان البي اتش اسيدوزس، ابص بعدها على طول على السي او 2. السي او 2 مفسر الاسيدوزس دي يكون هو ريسبيراتوري اسيدوزس. طب لقيته ان هو مش مفسر الاسيدوزس دي، ابص على البايكارب. البايكارب لقيته ان هو نازل اقل من الطبيعي، يبقى هو كده اسيدوزس، يبقى سببها ميتابوليك، ويبقى كده مفسر السبب بتاع الاسيدوزس. وهنا بنسميها البرايمري كوز، برايمري ميتابوليك اسيدوزس. طيب بعد كده عايزين نعرف الجسم هيرسبونس ازاي للخلل اللي حصل في الاسيد بيز بالانس بتاعه. طيب جسمنا لو حصل فيه مثلا ميتابوليك اسيدوزس، يبقى لازم جسم يحاول يصلح من الحامضيه اللي موجوده في الجسم دي، ويحاول يرجعها للنورمال، يحاول يرجع البي اتش بتاعتنا للنورمال اللي هي ما بين ال 7.35 ل 7.45. طيب خلينا نتفق ان اي تغير في حامضيه او قلويه الجسم بيخلي الجسم في ستريس بدرجة ما، علشان يقدر يعوض النقص او الزيادة في الالكالي او الحمض اللي موجود في الجسم. محتاجين نعمل كومبنسيشن، محتاجين نرجع البي اتش للنورمال علشان الجسم يقدر يقوم بالوظائف الطبيعية بتاعته. طيب لو كان مثلا المريض في ميتابوليك اسيدوزس والسي او 2 بتاعه بدأ يتحرك علشان يعادل من الاسيد اللي موجود في الجسم، بس ما قدرش ان هو يعوض البي اتش يرجعها للنورمال، يبقى ساعتها بنسميه partial compensation. طب في حالة ان ال CO2 بدأ ان هو يتحرك في حالة الميتابوليك اسيدوزس وقدر ان هو يرجع ال pH بتاعتنا للنورمال، يبقى هنا ساعتها هنسميه full compensation. وفي نهاية الجزء الثاني من الكورس اللي بنتكلم فيه عن البلود جازز، ما تنساش تعمل لايك وشير مع اصحابك. اتكلمنا هنا عن الثلاثة بارامترز وازاي نعرف مين حصل الاول، والتعويض كان كامل ولا جزئي، full compensation ولا partial compensation. في الجزء اللي جاي هنتكلم عن الاكسجينيشن والتايب 1 والتايب 2 respiratory failure. سلام.